عمرك ندمت إنك سكت في موقف قبل كده؟ غالباً لأ، بس أكيد ندمت 1000 مرة إنك اتكلمت وفتحت قلبك للناس الغلط. مشكلتنا الأزلية إننا تربينا على جملة اللي في قلبه على لسانه، واتقال لنا إن ده قمة الطيبة والنقاء. لكن في أرض الواقع والعلاقات الحالي ده ما اسموش طيبة، ده اسمه انتحار ذاتي. الشخص الكتاب المفتوح هو أرخص سلعة في سوق العلاقات. أي حد معدي ممكن يقراه ويستبيحه، يعرف نقاط ضعفه، وفي الآخر يرميه لما يخلص تسلية. الكلام الكتير بيكشف أوراقك، واللي ورقه مكشوف دايماً خسران في لعبة الحياة. عشان كده في الفيديو ده مش جاي أقولك خليك انطوائي، لأ، أنا جاي أديك مفاتيح الكاريزما الحقيقية وأعلمك فن الصمت الاستراتيجي، أو اللي علماء النفس بيسموه قوة الغموض. إزاي تبقى لغز محير وتخلي الناس تعملك 1000 حساب وتخاف تغلط فيك لأنها مرعوبة من رد فعلك. ركز جدا في ال3 قواعد دول لأنهم هينقلوا قوة شخصيتك لمستوى تاني خالص. القاعدة الأولى هي قوة المجهول وسلاح الغموض. الطبيعة البشرية مفطورة على الخوف من المجهول. الناس دايما بتهاب الشخص اللي ما تعرفش عنه حاجة، وبتستهون بالشخص اللي عارفة كل كبيرة وصغيرة في حياته. طول ما انت بتحكي كل تفاصيل يومك ومشاكلك مع مديرك وخناقاتك العائلية وخططك للمستقبل، انت هنا بقيت شخص مقروء، والشيء المقروء سهل الاستغلال وسهل جدا يتم التلاعب بيه. الشخصيات السامة والنرجسية بتعشق النوع ده من الناس، لأنك بتديهم الداتا اللي يحاربوك بيها على طبق من ذهب. من النهاردة جرب قوة الاختفاء. لما حد يسألك سؤال فضولي زي عامل إيه أو ناوي على إيه، اكتفي بابتسامة هادية وكلمة الحمد لله. ما تشرحش، ما تبررش، وما تديش تقارير. خليهم ياكلوا في نفسهم ويسألوا يا ترى هو مخبي إيه؟ يا ترى بيخطط لإيه؟ الغموض بيخلق جاذبية، والرغي الكتير بيقتل الهبة. القاعدة التانية هي الصمت المرعب أثناء المواجهة. دي أهم نقطة في فن الرد وإدارة الخلافات. لما حد يهاجمك أو يرمي كلمة بايخة أو يحاول يقلل من شأنك وسط لمة، غريزتك الدفاعية بتصرخ وبتقولك رد بسرعة، اشتمه، برر موقفك. غلط، غلط شنيع. الرد السريع المتوتر هو رد فعل الشخص الضعيف اللي كلام الناس هزه. هنا بيجي دور سلاح التوقف. لما حد يغلط فيك، بص في عينه بثبات انفعالي تام. عد لحد 3 ثواني في سرك وما تنطقش بحرف. النظرة دي مع الصمت المفاجئ في التوقيت ده بالذات بتعمل ايرور في دماغ الشخص اللي قدامك. انت بتوصله رسالة أقوى من أي إهانة لفظية. رسالة معناها كلامك ده تافه ومش مؤثر فيا، وأنا اللي مسيطر على الموقف دلوقتي. جربها وشوف النتيجة. غالباً الشخص المعتدي هيرتبك وهيبدأ هو اللي يتأتأ أو يبرر، لأن صمتك خوفه وحسسه بصغر حجمه. القاعدة الثالثة هي قانون العرض والطلب في الكلام. في علم الاقتصاد في قاعدة ذهبية بتقول كل ما المعروض زاد السعر قل. كذلك كلامك هو عملتك. لو لسانك شغال عمال على بطال في أي حوار وبتقول رأيك حتى لو محدش طلبه، كلامك هيفقد قيمته تماماً ومحدش هيركز معاك. لكن لو عودت الناس إنك ما بتتكلمش غير لما يكون عندك الزتونة أو رأي قاطع وحكيم، ساعتها أول ما تفتح بقك الكل هيسكت غصب عنهم عشان يسمعوا الشخص التقيل هيقول بيه. صمتك هيكون ليه صوت، وكلمتك هتكون بتمن، ورأيك هيكون أمر واقع. افتكر دايما قانون الغابة. الأسد دايما هادي وصامت. الكلاب بس هي اللي بتهوهو كتير عشان تثبت وجودها. ما تكونش مجرد ضوضاء في حياة الناس، كن الحدث اللي الكل بيستناه. جرب تطبق فن الصمت وقواعد الذكاء الاجتماعي دي من النهاردة، وشوف نظرة الناس ليك هتتغير ازاي، من شخص طيب وغلبان لشخصية كاريزماتيك ليها وقار وهبة. في قناة أبيض وأسود هدفنا إنك تكون لاعب أساسي، مش مجرد قطعة على رقعة الشطرنج. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك وغير تفكيرك، ما تنساش اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل لكل شخص محتاج يسترد حقه. وقول لنا في الكومنتات إمتى آخر مرة استخدمت فيها سلاح الصمت وأنقذك من ورطة. سلام يا عبقري.